سنة 1960 توجهت لجنة من وزارة المالية إلى مدينة الرمادي للتفتيش. فإحدى الدوائر أثناء التفتيش لقوا نقص مالي. دزوا على يمين الصندوق، صدروا له أمر بسحب إيده ووقفوه. اتوقف. بلغوا وزارة المالية. وزارة المالية دزت لجنة ثانية. هاي الآن ما موجودة هاي اللجان، وإن وجدت فهي مرتشية وفاسدة. اللجنة الثانية عندما دققت لقت اللجنة غلطانة وليس أمين الصندوق سارق. يعني الأمين الصندوق نزيه. الخطأ من هذه اللجنة. فلغوا سحب اليد وبلغوا الشرطة بإطلاق سراحة. راحوا عليه لقوه بالسجن ميت بالسكتة القلبية. هذه لقطة أنقلها إلى كل لص وحرامي ومرتشي وفاسد في الدولة العراقية. هذا هو الموظف العراقي الشريف، هذا ابن الأنبار مات بالسكتة القلبية بالسجن وهو نزيه، لم يسرق. انتو 15,000 حرامي ما حد يحاسبهم، ما حد يحاكيهم، ويوميا ضاربين الناس موردين. اكتشفنا 7 مليارات هناك واكتشفنا 10 مليارات هناك، ودون رقيب ودون حسيب.